قعد لقى صوته رجع له، ربنا رجع له صوته فجأة كده عشان هو كان عايز يساعد الناس. فلما ربنا بيلاقينا احنا بنحب نساعد الناس، هو ربنا كمان بيساعدنا. فربنا ساعد الحصان دهب ورجع له صوته تاني بعد مرة. قعد يسهل يسهل يسهل، واتلموا الحراس بتوع القصر كلهم، والسيد شهاب الدين صحي من النوم وطلع يجري، والحيوانات كلها ومامته ياسمين كله طلع يشوف فيه ايه الصهيل ده جاي من فين، الصوت ده جاي من فين. على ما وصلوا عند السور لقوا الحصان دهب ماسك في رجل الحرامي اللي كان عايز ينط يسرق القصر. وجه السيد شهاب الدين قال مين ده؟ ايه الصوت اللي كان طالع ده؟ راحوا الحراس قالوا له يا سيدي ده صوت دهب، ده صوت دهب. دهب انقذ القصر النهارده من السرقه الكبيره اللي كانت هتحصل، وانقذ مامته ياسمين وبقيه الحيوانات من الحراميه. وقعد يسهل يسهل لحد ما صحينا كلنا من النوم ومسكنا الحراميه. راح السيد شهاب الدين رايح لدهب وقعد يطبطب عليه ويقول له انت عملت كده يا دهب بالرغم ان انا كنت بعاملك معامله مش كويسه وبتنمر عليك وبقول لك ان انت لونك اسود.